امتحان وغيرت حل وحش وسكت عشان العيد، تقوموا تتمرعوا وما تكتبوش اسماءكم على الورقة؟ لا كده كتير ومش هسكت على كده. مين بقى الفالح اللي وقع فلوسه اول يوم العيد؟ ايوه انا يا مستر. يا ضنايا. طب مين بقى اللي زميله رجع في وشه؟ أنا. انا لو مكانك كنت رجعت في وشه انا كمان. بالنسبة بقى لأدم وعز، وعدكوا سودة، حرامية فشلة وطلبة فشلة. بكرة دي ادم انت يالا ما تجيش غير بابوك. طب اشمعنى انا وعز لا؟ اهو كيفي كده. بس ده ظلم. على الاقل لو كاتب حاجة في الورقة مش زيك سيبها لي فاضية، وبعدين كفاية اللي حاصل له. هتعمل ايه يا ادم؟ مش عارف والله، بس انت فلتت يا محظوظ. يا ساتر. انت عارف بابا ممكن يعمل فيا ايه؟ ما تشوف حد يجي غير ابوك. مفيش غير امي، بس ابويا ارحم الصراحه. لا قصدي حد يجي ويعمل نفسه ابوك. وده اجيبه منين ده؟ فكر انت بقى يا معلم. مالك يا آدم، شكلك عامل كده ليه؟ مفيش يا عم رجب، سيبنا اطلع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عم رجب، هو انت فاضي بكره؟ ايه ده؟ ايه يا عم رجب اللي انت عامله في نفسك ده؟ يلا يا آدم. عم رجب امال مين ده؟ دي أم رجب. طب وانت لابس كده ليه؟ دي البدلة يا ابني، ما ينفعش أجي بالجلبية عشان لو جيت بيها هنتكشف. طب يلا والنبي مش عايزين نتاخر بقى يا عم رجب. قرب تعالى، لسه يبني في نار يا حبيبي، لسه يبني في نار. اهلا. مستر ممدوح، جبت لك الحاج اهو. هو ده ابوك يلا؟ امال امي؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماله يا آدم، الأستاذ بتاعك قافش ليه؟ مفيش يا عم رجب، حليت وحش في الامتحان وحاولت اسرق الامتحان من بيته يا بابا. لا يا آدم، السرقة دي حاجة وحشة خالص. يلا قوله إن أنت متأسف. عم رجب يعني متآمر وهبل. بكرة تجيب لي ابوك الحقيقة يلا، وتجيب لي معاه فيش وتشبيه، ماشي؟ حاضر. ادم ازيك؟ بقولك ايه، انا عايزك ايه؟ قال لي اقولك ان سلمى هناك اهي. وانا اعمل ايه يعني؟ بقولك ايه، ماليش دعوه، ما على الرسول الا البلاغ. ماشي يا عم الحمامه. سلمى ازيك؟ الحمد لله. ها يا ستي اديني جيت لك اهو، كنت عايزاني في ايه؟ وانا عاوزك ليه اصلا؟ مش كنتي شاورتي لي؟ امتى ده؟ لما الفصل كله شاور عليا. بابا. نعم. انا ما تخلص يلا، عايز ايه؟ انا جالي استدعاء ولي امر. يعني اعمل لك ايه يعني؟ يعني مش هينفع اروح المدرسه من غيرك. فضيلك انا بقى. ما هو فاشل، مستني منه ايه غير وجع القلب؟ ده موكوس. مش هحططني وراك يا شحط ومخليني سايب شغلي؟ ما انت لو عيل محترم ما كانش حصل كل ده. وبعدين انا بكلمك ليه اصلا؟ ده انت صحيح انسان جبله. مستر ممدوح انا جبت بابا. طب ادخل يلا. ايه ده؟ عبد السلام، ازيك يا عبدو؟ دوحة ازيك؟ كبرت اهو بقيت مستر. فاكر يا دوحة لما كنا صغيرين ما كناش بنذاكر وكنا كل يوم بنتضرب؟ كانت ايام سودة. يا على دي ايام. فاكر لما الاستاذ هددنا انه هيعمل امتحان صعب، وكان يا ويلو سواد ليلو اللي بينقص درجة ولا نص درجة في الامتحان بتاعه. مش عارف انا الناس دي بتجيب الجبروت بتاع ده كله منين. اه والله، وساعتها رحنا وجبنا الامتحان من بيته. بس ابن ليه كان ناصح وغير على اخر لحظة. ياه، الواحد مفتقد الايام دي يا دوحة. على قد ما انا مفتقد الايام ديت، على قد ما انا مفتقد القيم الجميلة اللي كانت عندنا. ومين كان يصدق انك تطلع مدرس؟ خلينا في المهم يا عبدو. واد ابنك كان عايز يعمل مسرح ومفتح ويجي يسرق الامتحان من البيت. دلوقتي بتسموها سرقه؟ انت بتبرطم تقول ايه يالا؟
مفيش يا بابا، ده انا كان نفسي اجيب درجات عاليه في الامتحان وافرحك. ما هو كان عايز يجيب درجات ويفرحني. ده حتى مش بيحضر الدرس وبياخد الورق يصوره من العيال. علشان ما بتدينيش فلوس. ما انا ما بدلوش فلوس. ده حتى اما جبت امتحان سهل كتب موضوع زي وش. اصل انا اتوترت عشان حضرتك كنت بتزعق. ما هو وشه جميل اهو منور. خلاص يا عبدو، الواد ابنك ده مش نافع ومش طالع زيك خالص. لا لا يا دوح، ما تقولش كده، ده ادم ده زهرة البيت. لو ده زهرة البيت امال باقي البيت عامل ازاي؟ صبر. على العموم المرة الجاية انا مش هرحمه، بس هعديها المرة دي عشان خاطرك، احنا بنربي رجالة السيد الفاضل. واضح واضح، يلا خليها علينا المرة دي، يلا يلا اعتذر له. انا اسف يا مستر. ماشي يا خفيف. يا ادم عملت ايه؟ الحمد لله عديت على خير وطلعوا صحاب. يعني ابوك ما عملكش حاجه؟ لا يا عم، الغريب بقى انه كان واقف في صفي. ياه، ده انت ابوك طلع طيب قوي. انت يالا تعالى ورايا، ده انت وقعتك سودة.